لما شخص انت بتحبه يعمل لك بلوك على السوشيال ميديا، فاليوم الاول هتحس فيه بمتلازمه اسمها فير اوف لوس او خوف من الفقد، ودي اللي هتخليك مش على بعضك وعايز تتكلمه باي طريقه. من اليوم الثاني لحد اليوم الخامس هتبدا تحس بمشاعر من الحزن والانكسار وعدم الاستيعاب ان ده حصل فعلا. من اليوم الخامس لحد اليوم ال 12 هتبدا تحس بمشاعر من الغضب والرغبه في الانتقام او الرغبه في رد الاعتبار ان انا ما يتعاملش معايا كده. من اليوم ال 12 لحد اليوم ال 20 هتبدا تحس بمشاعر من الاستسلام او تقبل امر الواقع، اللي هو خلاص انا ما فيش حاجه بايدي اقدر اعملها. وعلشان تريح نفسك من كل اللفه دي لازم تغير ادراكك بالمعلومه اللي انا هقول لك عليها دلوقتي. الشخص ده وقت ما عمل لك البلوك كان فيه احتمالين ما لهمش تالت، يا اما ساعتها الجانب العقلاني بتاعه هو اللي كان مستيقظ وما كانش فيه مشاعر، كان قافل الدنيا على مشاعره واخد قرار البلوك ده من عقله، وده هيخليه من بعد الدوره النفسيه بتاعت الانسان السوي الطبيعي تمر وترجع تاني المشاعر هي اللي تنتصر، ويرجع يفكر يقول ما كانش المفروض اتصرف بالطريقه دي، انا لسه بحبه. او العكس، هو مثلا اخد القرار ده من الجانب العاطفي بتاعه مش العقلاني، كان متعصب منك زعلان واخد موقف، فده الجانب العاطفي، فده هيخليه هو الشخص من بعد ما الايام تعدي والدوره النفسيه اللي اتكلمنا عليها تمر ويرجع تاني الجانب العقلاني هو اللي ينتصر ويحكم في الامور. ساعتها هيحس اللي هو كان في مليون طريقه اقدر اعبر بيها عن غضبي غير البلوك. ففي كلتا الحالتين لازم تجيله مشاعر من مراجعه الذات، ولازم ينتقد نفسه يوما ما ان هو اختار البلوك كوسيله لحل المشاكل. ففي كلتا الحالتين انت المفروض تحط في اعتبارك ان هو لما يرجع انت حابب تشوف نفسك قوي جدا قدامه. اسال نفسك سؤال، الشخص ده لو فك البلوك فعلا ورجع تاني، انا احب يشوفني باني شخصيه، يشوفني زي ما انا ولا اقل من انا عليه ولا اعلى من انا عليه. وفي نفس الوقت اعتبر ان الموضوع ده اختبار كبير جدا ليك، بيختبر قوه شخصيتك وحكمتك ونظرتك للواقع والامور، وده هيخلي عندك مناعه عاليه جدا ضد الصدمات والخذلان اللي يخليك انسان قوي جدا. خلاص انت خدت التقيله، اصعب من كده ايه؟ مفيش. انشف كده في ايه؟